بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض جلاش محشي بالفراخ المفرومه، مش اللحمه المفرومه. النهارده هغير وهعمله بالفراخ المفرومه. نجيب صدور فراخ، هي بتتباع ساعات، ممكن بتتباع في المحلات جاهزه مفرومه، بس انا جبت صدور الفراخ وفرمتها في البيت عندي. جبت هنا دلوقتي نجيب طاسه هنحط فيها سمنه والبصله ونقلبها لحد ما تحمر. خلاص البصله قربت تتحمر، هحط لها جزر مبشور. بشرته في الكبه بعد ما بشرت البصله. خلاص قلبتهم شويه، وبعد كده هنحط الفراخ المفرومه واقلبها. هحط لها ملح وفلفل. خلاص كده الفراخ استوت معايا، هقفل عليها النار وابتدي احشي بيها الجلاش. هجيب دلوقتي الجلاش، انا مش هفرده في الصينيه زي الطريقه العاديه، لا انا هعمله بطريقه تانية. هاخد رق واحد من الجلاش وهتنيه كده، وهجيب سمنه وزيت، ده خليط ما بين السمنه والزيت سيحتهم، هدهن بيه ورقه الجلاش. اجيب معلقه من الفراخ واوزعها بالطريقه دي، وابتدي اتني. واحطها في الصينيه. هكمل بقيه الصينيه بالطريقه دي. خلاص انا خلصت الصينيه كده كلها وقطعتها بالسكينه. هجيب بقى بعد كده بيضه واحط عليها ملح وفلفل واقلبهم في كوبايه، واكمل الكوبايه لبن. على فكره طعم البيض مش هيبان خالص، اللي ما بيحبش البيض مش هيبان خالص ان احنا حاطين فيه بيض. هقلبها كويس وبعد كده اوزعها. المفروض ان النص كيلو بياخد كوبايه لبن وبيضه، بس هنا الكميه ما خدتش نص كيلو، الصينيه ما خدتش نص كيلو، فمش هحط طبعا اللبن كامل. وهوزع على الصينيه كلها. بعد كده هدخلها في فرن على درجه حراره 200 لحد ما تستوي. خلاص كده الصينيه استوت معانا، هنسيبها تبرد وبعد كده نقطعها. خلاص انا قطعته بعد ما برد. اهم حاجه ان احنا نغطيه لو عايزينه يطلع معانا طري، وده شكله اهو النهائي. هو تقريبا بيبقى خلاص فاكك، لان كل قطعه انا كنت لافه رول لوحده، فتقريبا هو هيبص شكله ازاي. يعني انا لو حد مسكه، غير لما بيكون عاملاه رق في الصينيه، لو حد مسكه مش هيقع منه. شكله حلو ومنظره جميل. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك للقناه عشان يوصلكم كل جديد.